وهناك 3 عوائق تمنعك من القرب من الله. أولها الشهوة التي تحول بينك وبين القرب من الله. ثانيها سوء الظن بالله. ثالثها الشيطان الذي أخذ على نفسه العهد أن يبعدك من الله عز وجل. فأما الشهوة فهي لذة ساعة وألم دهر. الشهوة شهوة اللهو واللعب الذي وصف الله عز وجل به هذه الحياة الدنيا أنها لهو ولعب. ولكن كم من أجساد لهت ولعبت الآن تتقلب في عذاب القبور، وكم من أجساد لهت ولعبت ترى الآن الضنك في ضيق القبور، وكم من أناس الآن تضيق عليهم اللحود وتضيق عليهم القبور يتمنون لحظة واحدة من ذكر الله وطاعة الله. ما تعرف قيمة هذه الحياة ولا تعرف قيمة هذه الشهوة التي دعت إلى معصية الله إلا إذا أردت فراق هذه الحياة. ولن تجد ندما أصدق من ندم الإنسان إذا ودع هذه الحياة. وسيعرف الإنسان قيمة الشهوة التي هي أول العوائق إذا فارق الحياة. وبمجرد ما تأتي لحظة الفراق تبكي بكاء الندم، ويقول الإنسان ولو كان صالحا قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتمنى ولو كان صالحا أن يرجع لكي يزداد من صحيفة العمل. ولا يغتر الإنسان ويقول إن هذه الساعة بعيدة لأنه شباب. لا والله، كم من حوادث أخذت أناس في عز الشباب وزهرة الشباب وشدة النشوة واكتمال العمر. فلذلك ينبغي للإنسان يعرف قيمة هذه الشهوة. والله عز وجل ما حرمنا من الشهوة ولا منعنا من اللذة، بل جعل للشهوة موضعا معينا ومكانا معينا أمينا سليما نقيا. جعل لها مكان لا يأذن لك أن تضع الشهوة في غير هذه المكان. ثم الأمر الثاني من العوائق سوء الظن بالله. بعض الناس إذا قلت له أقبل على الله يقول لك يا أخي لماذا تضيق علي؟ يا أخي الحياة، دعني أتمتع بالحياة، دعني أسهر وأتمتع بسهري وأذهب وآتي وأتمتع بذهابي دون قيود أو حدود. يتمنى أو يحس أن الحياة الضنكة والأليمة إذا اقترب من الله. والله ثم والله نشهد لله أنه لا أطيب من القرب من الله. ومن أراد أن يجرب لذة القرب من الله فليزدد من طاعة الله عز وجل، يزدد من الصالحات ويزدد من الأعمال التي تحبب الله عز وجل فيه وتدعوه إلى مرضاة الله حتى يحس ساعتها عليكم السلام حتى يحس ساعتها بلذة العبودية من الله لله تبارك وتعالى. أما الأمر الثالث الذي يعيق الإنسان عن طاعة الله ومحبة الله فهو الشيطان الرجيم. وهذا الشيطان على نوعين: شياطين إنس وشياطين جن. فمن أراد القرب من الله عز وجل فعليه أن يفر من شياطين الإنس وشياطين الجن. أما شياطين الإنس فهم الذين يزهدون في طاعة الله وييأسون الإنسان ويقنطونه من رحمة الله. فينبغي للإنسان ألا يصغي إليهم، وليعلم أن صديقه الصادق في محبته ومودته وخلته هو الذي يصدقه فيهدي إليه عيوبه ويدعوه إلى محبة ربه وذل العبودية لخالقه. وأما شيطان الجن فهي الوساوس التي يقذفها في قلب الإنسان ويقول له انتظر فلا زال في العمر بقية، ولا تعجل، تمتع بهذه الحياة، تمتع بشهواتها، واسهر ما شئت من الليالي، وافعل ما شئت من لذات هذه الحياة، فإن الحياة طويلة، ولا يزال يمنيه ولا يزال يسليه حتى يسلمه إلى عاقبة الردى. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من ذلك.